السلام عليكم احباب، كي راكم غاية لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شوفوا هنا في هذا الفيديو قناة سكاي نيوز الإماراتية، نأكد ونقول إماراتية، تكسر واجب الحياد وتتجرد من المهنية، وتوجه عن طريق مراسلها من واشنطن اتهامات كبيرة للجزائر، وتتحدث عن انزعاج الولايات المتحدة من مواقف الجزائر وسياستها الخارجية. هذه القناة تلمح لدعم الجزائر لجماعات متطرفة في الساحل. هذه القناة عن طريق المراسل تاعها، وتتحدث أيضا عن مغربية الصحراء كخلاف أمريكي جزائري رغم موقف بلينكن الواضح في الفيديو. قناة سكاي نيوز هذه تخلق سيناريوهات تتعلق بخلافات جوهرية بين واشنطن والجزائر. هذا المراسل مش عارف من جاب هذه المواقف هذو، ونشوفوا هي المذيعة اللي تتكلم معاه موقف تاعها اللافت والمهني، وهي من الجزائر، اسمها فضيلة سويسي، التي أدبت المراسلين مهنيا بالإشارة لمحو البيانات المشتركة عن أي علاقات غير مستقرة تتحدث. قالت له هذا الإعلامي مش عارف من العراق ولا مش عارف مين هو. خليكم مع الفيديو. العلاقة بين الجزائر والولايات المتحدة هي تحتاج إلى حوار، وفي الواقع تحتاج إلى حوار عميق وطويل. هناك إلى جانب ما سمعناه اليوم من تطابق في وجهات النظر الأمريكية والجزائرية حيال مسألة ضرورة تفعيل الأمن في منطقة الساحل الأفريقي، وأيضا التعاون في مجال الأمن الاقتصاد والطاقة. لكن دعيني أقول بأن مصادر الحكومة الأمريكية تؤكد بأن ثمة مشكلات سياسية كبيرة وعميقة في علاقة البلدين. واشنطن نسمعها في كل الدوائر، في البيت الأبيض، في وزارة الخارجية والدفاع، منزعجة واشنطن من موقف الجزائر القريب من روسيا غير المؤيد لدعم أوكرانيا. أيضا واشنطن منزعجة بأنها لم تساير الجزائر موقف الإدارة الأمريكية، أكان إدارة بايدن أو إدارة ترامب، المتعلق بالصحراء المغربية، وأيضا الموقف تجاه جبهة البوليساريو. أضيف إلى ذلك أن ثمة عدم تفاهم بين واشنطن والجزائر فيما يتعلق باتفاقات أبراهام، وهناك الكثير من المواضيع، حتى أن بعض الجهات في أمريكا في واشنطن تتهم جهات داخل الجزائر بتزكية أو بدعم بعض الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي. إذن الصورة الزهرية التي رأيناها اليوم لا تعكس في الواقع صحة العلاقات. هناك حاجة للحوار. نعم هذا على الرغم من أن البيان يقول عكس ذلك. وعطف. نعم شكرا جزيلا لك جو ثابت في واشنطن، أشكرك.